شيخنا الكريم الله يعطيك العافية. أنا جاي أنيك أختك يعني من الآخر بدون لا لف ولا دوران، بس قبل ما ألعن تاريخ أختك بدي أنشد لك أنشودة بعدها أقول لك ليش جانيك أختك. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل بالوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. لليتامى دفاع. يا أخو الشرموطة راكب روز رايز حقها 350,000 دولار، لا لا، وماسك تلفون طلع أصفر آيفون حقه 2000 دولار. تمام. لابس لي بوت فسفوري وطالع على لندن، معاك حرس وكل هذا، وعامل لي فيها شيخ يا أخو المنيوكي. ولكن اتقوا الله يا أولاد القحبة، اتقوا الله كي يجعل لكم مخرجا. ولكن انتوا اللي بتقولوا لنا، مش انتوا اللي بتقروا القرآن وسمعنا من أصواتكم ربنا بيحكي فويل للمبذرين. المبذرين مش إخوانا للشياطين. ليش راكب روز رايس؟ مالها الفوكس؟ مالها الكيا سيفيا؟ قل لي شو مالها؟ مش بتمشي ولا ما بتمشي؟ والله الله يلعن تعريس خواتكم يا منايك كده. انتوا علماءنا هيك، انتوا اللي لكم جهنم بإذن الله، انتوا اللي لكم جهنم. أنا على الجنة يا منيك، وراح ابزق عليك وانا بالجنة من شباك الجنة، بدي افتحه ابزق عليك. تعرفوا ليش؟ لانه هذه السيارة اللي انت راكبها هذه بتبني فيها يعني اقل اشي 30-40 عمارة بسوريا، اخواننا سوريين، ولا بغزة ولكن بتبني فيها، يعني شفت البيوت اللي هدموها اليهود من 75 سنة بغزة، بتبنيها بحق السيارة اللي انت راكبها. الله يلعن تعريس خواتكم يا منايك يا اخوات المنيوكي، ماخذين الدين ستار. ها شعب اخو منيوكي، ولكم احنا، ولكم انتوا اللي مرجعيننا ورا يا منايك. لكم هزوا ذنب هزوا ذنب. اخوات منيوكي قالك بكره بتبين على حقيقتك. ليش؟ ما انت اوريدي بينت، بس بكره بتبين بتصريحاتك. كس اختك اخو منيوكي.